السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة إبداع بلس. في أرض الموصل بالعراق كانت هناك بلدة لا تزال موجودة حتى الآن تسمى نينوى. انحرف أهلها عن منهج الله وعن طريقه المستقيم، وصاروا يعبدون الأصنام ويجعلونها ندا لله وشريكا له، فأراد الله أن يهديهم إلى عبادته وإلى طريقه الحق، فأرسل إليهم يونس بن متى عليه السلام ليدعوهم إلى الإيمان وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، لكنهم رفضوا الإيمان بالله وتمسكوا بعبادة الأصنام. فماذا حدث لقوم يونس؟ ولماذا ابتلعه الحوت؟ وما سر الأصوات الغريبة التي سمعها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ وما المفاجأة التي حدثت بعد أن أمر الله الحوت بإخراج ذي النون؟ استمر قوم يونس عليه السلام على كفرهم وضلالهم دون أن يؤمن منهم أحد، بل إنهم كذبوا نبي الله يونس وتمردوا عليه واستهزأوا به وسخروا منه، فغضب يونس من قومه ويئس من استجابتهم له، فأوحى الله إليه أن يخبر قومه بأن الله سوف يعذبهم بسبب كفرهم، فامتثل يونس لأمر ربه وبلغ قومه ووعدهم بنزول العذاب والعقاب من الله تعالى، ثم خرج من بينهم غاضبا منهم. وعلم القوم أن يونس قد ترك القرية، فتحققوا حينئذ من أن العذاب سيأتيهم لا محالة، وأن يونس نبي لا يكذب، فسارعوا وتابوا إلى الله سبحانه ورجعوا إليه وندموا على ما فعلوه مع نبيهم، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات خوفا من العذاب الذي سيقع عليهم. فلما رأى الله سبحانه وتعالى صدق توبتهم ورجوعهم إليه كشف عنهم العذاب وأبعد عنهم العقاب بحوله وقوته ورحمته. قال تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبعد خروج يونس من قريته ذهب إلى شاطئ البحر وركب سفينة، وفي وسط البحر هاجت الأمواج واشتدت الرياح، فمالت السفينة وكادت تغرق، وكانت السفينة محملة بالبضائع الثقيلة، فألقى الناس بعضا منها في البحر لتخفيف الحمولة، ورغم ذلك لم تهدأ السفينة بل ظلت مضطربة تتمايل بهم يمينا ويسارا، فتشاوروا فيما بينهم على تخفيف الحمولة البشرية، فاتفقوا على عمل قرعة، والذي تقع عليه يرمي نفسه في البحر، فوقعت القرعة على نبي الله يونس، لكن القوم رفضوا أن يرمي يونس نفسه في البحر لأنهم يعلمون أنه رجل صالح. وأعيدت القرعة مرة أخرى فوقعت على يونس، فأعادوها مرة ثالثة فوقعت القرعة عليه أيضا، فقام يونس عليه السلام وألقى بنفسه في البحر، وكان في انتظاره حوت كبير أرسله الله له وأوحى إليه أن يبتلع يونس دون أن يخدش له لحما أو يكسر له عظما، ففعل. عندما قام سيدنا يونس بإلقاء نفسه في البحر، وكل الله حوتا كبيرا بابتلاع سيدنا يونس عليه السلام، ويعتبر هذا اختبارا وابتلاء من الله له، لأنه ترك قومه الذين أغضبوه دون إذن، فدخل نبي الله يونس في بطن الحوت الكبير حتى وجد نفسه داخل بطن الحوت في 3 ظلمات حالكة: الأولى ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. على كل هذا فلم يحدث من الحوت إيذاء لنبي الله يونس.
سمع سيدنا يونس وهو في بطن الحوت تسبيحا، فقال: ما هذا الصوت الغريب؟ فقال له الله: يا يونس، هذا تسبيح الأسماك لله عز وجل في قاع البحر. فقد قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في تلك اللحظة قال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاعترف سيدنا يونس بالخطأ الذي وقع فيه. سألت الملائكة الله تعالى بأن هناك صوتا نعرفه لكن المكان لا نعرفه، فإنه يخرج من مكان بعيد. فقال الله للملائكة: ألا تعرفون هذا الصوت؟ قالت: لا يا رب، لا نعرف هذا الصوت. فقال لهم: هذا صوت عبدي يونس بن متى. فقالت الملائكة: ألن تنجيه يا رب؟ قال الله: بلى، سأنجيه. فظل يونس عليه السلام في بطن الحوت لا يذكر إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا ذكر يونس لربه للبث في بطن الحوت إلى ما شاء الله. فإن سيدنا يونس كان من الراكعين الساجدين، فهذا هو عبد الله يونس ونبيه. لولا أنه سبح هكذا في بطن الحوت وأيضا قبل دخوله لبطن الحوت لظل في بطن هذا الحوت إلى يوم القيامة. وقد أمر الله الحوت أن يقذفه على شاطئ البحر، فخرج من بطن الحوت سقيما عاريا، وأنبت الله عليه شجرة القرع. قال تعالى في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة، منها أن أوراقه عريضة تظلله وتستره وتقيه من حرارة الشمس، كما أنه لا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيا ومطبوخا، وبقشره وببزره أيضا. وكان هذا من تدبير الله ولطفه، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. فلما استكمل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضبا. المفاجأة أن قوم يونس أدركوا بعد رحيله أنه صادق، فقد لاحت لهم بدايات العذاب، فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم ومعهم دوابهم يدعون الله أن يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وبحثوا عن يونس ليدعو لهم فلم يجدوه. مفارقة عجيبة وربما لم تتكرر، أن يؤمن قوم رغم رحيل نبيهم فينفعهم إيمانهم ويكشف الله عنهم العذاب لاستجابتهم. أمر الله يونس أن يذهب إلى قومه ليخبرهم بأن الله تاب عليهم ورضي عنهم، فامتثل يونس لأمر ربه وذهب إلى قومه وأخبرهم بما أوحى إليه فآمنوا به، فبارك الله لهم في أموالهم وأولادهم. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقد أثنى الله عز وجل على يونس في القرآن الكريم. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على يونس عليه السلام فقال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تصيبه مصيبة أو شر ثم يدعو بدعاء يونس عليه السلام يفرج الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومتابعي قناة إبداع بلس، فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في القناة والضغط على رمز الجرس دعما منكم لنا في نشر المزيد إن شاء الله، ولكي يصلكم جديد الفيديوهات أولا بأول إن شاء الله.